اهلا بيكم في حلقة جديدة من دوكساينر. النهاردة هنتكلم في موضوع مش كتير بيتكلموا عنه يعني، بس هي ظاهرة ابتدت تستفزنا انا شخصيا، فحبيت اتكلم عنها. It is. It is. الموضوع باختصار ان في الوقت الاخير ده ظهرت مواقع كتيرة في الاول بتتكلم عن الزواج وزواج اسلامي ومواعدة وهكذا، ما انا بتكلم في الاطار الشرعي طبعا. وبعدين الموضوع بقى يتطور، بقت موبايلات ابليكيشن وحاجات كتيرة على نفس النظام ده. ادي 2 اتيز اهم مع 2 اخواتهم يدينا 4 اتيزات. الموضوع ده في حد ذاته يعني ممكن يكون حاجة إيجابية يعني، خصوصا في مجتمعات زينا مثلا ممكن يكون التعارف فيها قليل أو حاجة زي كده. لكن في نفس الوقت الموضوع بالنسبة لنا بيعمل ظاهرة غريبة جدا. نتكلم أنا أقصد إيه بظاهرة غريبة. وعلى رأي الشاعر القديم حينما قال: يا بخت من وفى اتيزين في الحلال. دلوقتي زمان كان الطبيعي ان الواحدة بتتعرف عن طريق جواز صالونات او حد تعرف عن طريق الشغل، يعني عن طريق صاحباتها او ايا كان، بس عن طريق شخص ما موثوق فيه، والشخص الموثوق فيه ده في نفس الوقت هو واثق فيهم علشان يرشح حد مثلا عريس ليها، فلازم هو يبقى واثق الشخصية دي عاملة ازاي واهلها عاملين ازاي، وفي نفس الوقت هو بيبقى طرف كده محايد زي حكم ما بين الاتنين، بيبقى شايف الاتنين هل هيليقوا على بعض اصلا ولا لا. مع الوقت طبعا مع ظهور التكنولوجيا بقى والموضوع اللي احنا بنتكلم عليه، بقى الشخص الوسيط ده بقى هو الابليكيشن نفسه. يقعدوا هم يقولوا لك بقى ان في لوغاريتمات في التطبيق نفسه توفق ما بين الشخصين، وفي نفس الوقت في ابليكيشنات ما بتعتمدش على اي لوغاريتمات، بتعتمد على ان واحد بيرسل والتاني بيرد، او بيبقى في توافق بين الشكل، مثلا صورة فلان عجبته وصورة فلانة فحصل ماتش او حاجة زي كده. كل الكلام ده ما يعتبرش توافق في نفس المضمون اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده، اللي هو الشخص اللي عارف ده وتعامل مع ده وعاشر ده، وعارف الشخص التاني وتعامل معاه، او عارف حد عارفه، ففي نفس الوقت كان في شخص بيضمن الاتنين ان هو يبقى في توافق ما بينهم. هتسألوني طيب انت ايه المشكلة يعني لما هما اتنين يتكلموا كأن التطبيق ده مجرد بس وسيلة عرفوا بعض فيها وبيتكلموا ويشوفوا الدنيا هتمشي ولا لا، فده حاجة مشروعة مفيش مشكلة. انا مشكلة التطبيق بقت حاجة واحدة بس، ان هو بقى يعلي سقف التوقعات شوية. ليه؟ لان انت في يوم وليلة بتلاقي التطبيق ده عليه الاف الاعضاء اللي هم بيشتركوا معاك في نفس المواصفات، فانت في نفس الوقت ازاي يعني تدي اللي قدامك ده فرصة ان هو مثلا غلط او ان انت عايز تتفهمه، في حين ان انت ممكن تلغي التعارف مرة واحدة وتشوف ال99 شخص اللي لسه متبقيين عندك في الليستة. فالتطبيق ده على قد ما هو كويس، على قد ما هو بيتيح لك فرص كتيرة للاختيار، بس في نفس الوقت مشكلته فعلا ان هو سقف توقعاته بيعلى، ومع الوقت بتلاقي سقف توقعاتك بيعلى فوق اللي انت كنت داخل بيه اصلا، واللي انت بعد مثلا فترة من استخدام البرنامج كل ده بيعلى شوية بشوية، لدرجة ان انت في وقت من الاوقات ما بقيتش مثلا تتقبل اللي هو الشخص اللي انت كنت ممكن تتقبله من اول ما دخلت التطبيق ده، بسبب ان انت ابتدت عندك تشوف حاجات احسن، تشوف توقعات احسن، تعرف ناس او هكذا. خلينا نقول ان اي شخص في الدنيا ليه مميزات وليه عيوب. احنا لازم ناخد في بالنا ان انت الشخص اللي قدامك لا انت رايح تغيره ولا انت رايح تعدل فيه، انت بتقبله هو على بعضه كده كباكج، وتتقبل انك تتعامل معاه وتتعايش معاه، او ما بتقبلوش. لكن فكرة انك تبقى سايب المجال ان انت لسه هتعرف ولسه هتشوف، طب اجرب ده طب ما اجربش ده، الموضوع ده في الاخر بيحطك انت في حيرة، وفي نفس الوقت بيصعب عليك الامر. الموضوع ابسط من كده بكتير. الكلام هنا ممكن يكون موجه بنسبة كبيرة للشباب، بس في جزء كبير جدا لازم يتوجه للبنات، لان خصوصا هم ممكن يكونوا مستخدمين التطبيقات دي اكتر من الشباب. خلينا نقول ان الشباب مثلا لو مستخدمين التطبيقات دي، في كتير منهم بيبقوا داخلين التطبيقات دول وهم اساسا خاطبين، وبعضهم بيبقى متزوجين اصلا، والبنات اللي دخلوا التطبيقات دي عارفة الموضوع ده كويس. فبالتالي البنات اللي بيبقوا داخلين التطبيق برضو احنا مش هنتكلم في نوايا كل واحد داخل، اكيد لكل قاعدة شواذ، بس خلينا نقول ان هما الاكثر حاجة للتطبيقات دي، يمكن لسبب ظروفهم، لو هي مثلا الشخص ده دايرة معرفة قليلة او ما بتشتغلش لأي ظرف ما، فبالتالي هي ما بتخرجش، هي ما عندهاش الامكانية ان هي تشوف ناس كويسة.
فهو ده المشكلة ان هي لو شافت وابتدى سقف التوقعات يعلى، هي ممكن تقع في مشكلة نفسية ما بينها وبين نفسها، ان هي تحس ان التطبيق نفسه مش مساعدها، في حين ان هو موفر لها آلاف البروفايلات اللي ممكن فعلا يكون، مش هقول نصهم، بس عدد كبير منهم يكونوا صالحين ليها. خلونا نبسط الامور شوية يا جماعة، والدنيا ابسط من كده، وخلينا نستخدم التكنولوجيا بشيء يفيدنا، لان الحاجات دي فعلا لو احنا استخدمناها صح هنوصل لنتائج مذهلة، ويمكن التطبيقات دي يكون ليها مستقبل احسن من الطريق اللي انا شايف ان احنا داخلين فيه دلوقتي مع التطبيقات دي. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، هنتكلم في مواضيع تانية، واتمنى تكون الرسالة وصلتكم. ما تنسوش تشتركوا في الصفحة عشان نتكلم في مواضيع مهمة جدا، المواضيع القادمة. تحياتي ليكم لحد ما نتقابل المرة الجاية، اشوفكم على خير، باي باي.